السوداني محور الرواية وموها واستهلالها بتلك البيئة الشقاقة الزراعية القابلة على خاصرة الخير وبقعتها الشامخة وبقلعاتها الشامخة المطلة على نهر دجلة، تذكرها بمدينة كردفان المعانقة لنهر النيل. وكما يقول في صفحة 5: وكان آدم السوداني الذي يشبه ظله ويعد نفسه جزءا منه. التجانس في اللون بين آدم الفاحم والنثر الأسود، أي أن آدم لا يشبه جده بل يشبه ظله. كذلك قولي في صفحة 7: إنها ببساطة حرفة مجالسنا الممتعة رغم قدوم آدم السوداني الذي لا يشبه جده إطلاقا. إن آدم قد تجانس كليا مع النقلة الجديدة إلى هذه البيئة رغم سهولته، فتراه محملا بالطيب والصدق لا يعتر صفاء به إلا حبيبته تذكية ذلك الاسم المتوحد في قلبه. إن الرواية واقعية بطبعها وبطبيعتها وشخوصها وسرديتها التي أضفت عليها الطابع الواقعي الوصفي المطبق بحذافيره. وكما في صفحة 13 من النص: قصدنا مسكنه وسط القرية وجدناه في شبه غيبوبة في غرفة مبعثرة ورائحة الخمر تعج من أركانها وبقايا طعام وقلة تتراقص على كتفه، فأبدينا امتعاضنا وأسفنا شديدين. إن الوحدة والوحشة تبتكر في الإنسان المؤانسة المواءمة حتى مع الجمال كي لا يبقى يصارع أفكاره ولا يستبعد من آدم كعاطيه الخمر وتربيه القطر في ذلك الزمان والمكان. وكما يبدو فإن الرواية قد عكست إفرازات سنوات السبعينات من القرن المنصرم، لما لذاك العصر من الانفتاح والتجانس في الرؤى والتبادل في الأمكنة وتعامق الاختلاف في بيئات متغيرة نوعا ما، أي التبادل المكاني في الموروث والراهن. لذا سعي الراوي